49 عام على وفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. 30 مارس سنة 1977 ذكرى وفاة الغائب الحاضر حبيب الملايين العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ حياته كانت على الرغم من نجاحاته، لكن كان هناك سلسلة من الجراحات والألم، بداية بحرمانه من الأم وهو رضيع، وكان ساعتها سنه لم يتجاوز أيام قليلة، ثم حرمانه من أبيه وهو في عامه الأول، ليأتي بعدها الألم الذي دمر جسده تماما عندما كان يلعب مع أبناء عموميته في ترعة القرية وأصابها على أسرها بالبلهارسيا، طبعا اللي عانى منها فيما بعد وأدت لتليف الكبد. وطبعا بعض الآراء وبعض المؤرخين قالوا إن قلبه الرقيق ده زعل، وكان جراح كبير عندما فقد حبيب عمره السيدة جيهان العليلي بعد إصابتها بفيروس في المخ أدى بحياتها. هو عبد الحليم علي إسماعيل شبانة اتولد بقرية الحلوات بمحافظة الشرقية، وكان ترتيبه الرابع بين إخوته إسماعيل ومحمد وعلية. توفت والدته بعد ميلاده بأيام، ثم بعد كده أبوه، ثم يتولى تربيته فيما بعد خاله محمد عكاشة الذي ألحقه فيما بعد بالكتاب ثم المدرسة. وعبد الحليم أول مرة غنى وقف قدام الجمهور في يوم 17 أغسطس سنة 1952 على المسرح القومي في اسكندرية، وغنى أغنية صفيني مرة، ولكن ساعتها الجمهور لم يتجاوب معاه. قدم عبد الحليم حوالي 300 أغنية، من بين أغاني قصيرة، الخفة، الإيقاع، أغاني طويلة، الموال، الأغاني الوطنية. وأول أعماله كانت في فيلم، أول أعماله السينمائية كانت بصوته فقط في فيلم ليه تحسبوا الأيام، وبعد كده بائع. وأول أدوار له كانت فيلم لحن الوفاء عام 1955 أمام الفنانة شادية. شارك حوالي في 14 فيلم آخرين، حوالي 16 فيلم، وكان آخرهم أبي فوق الشجرة. توفى العندليب الأسمر يوم 30 مارس سنة 77 في لندن، وعاد جثمانه على طائرة مصر للطيران قادما من لندن، وكان رفقته شقته السيدة علياء شبانة والأستاذ مجد العمرسي والسيدة نهال القدوسي زوجة محمد عبد الوهاب. وصل الجثمان الساعة 3 فجرا، وكان منتظرهم أخيه إسماعيل ومحمد وبعض الفنانين، منهم الفنان بليغ حمدي. وتخيل بقى مين اللي كان واقف بقى؟ اسمع الآخر، الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي كان ساعتها وزير الأوقاف، وكان ليه موقف إنساني نبيل في اليوم ده. إيه هو الموقف ده؟ ومحدش يقدر يتجاهل الموقف ده. كان من المقرر أن يتم نقل جثمان العندليب إلى مستشفى المعادي، ومنها إلى مسجد عمر مكرم يعود في الصباح، حيث تخرج الجنازة من هناك. ولكن الشيخ الشعراوي أمر بفتح المسجد وإبقاء الجثمان به حتى صباح اليوم الثاني. وجنازة عبد الحليم كانت جنازة أسطورية، بلغ عدد المشيعين فيها حوالي 3 مليون، وحضر الجنازة معظم أهل الفن والأدب والثقافة. وتخيل اللي ما حضرش محمد عبد الوهاب، ما حضرش ليه؟ تعرض لأزمة شديدة لما سمع خبر وفاة عبد الحليم.
طبعا بقى حصل إغماءات بين الشباب والفتيات من محبين العندليب، حتى يعني في بعض الفتيات أو يعني أحد البنات رمت نفسها من الدور السابع حزنا على عبد الحليم حافظ. الجنازة مشت حتى وصلت إلى مسواها الأخير، خدت مشوار طويل حتى وصلوا لمقابر البساتين. ونحن هنا وبعد مرور 48 عام على رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. لو لسه فاكره ادعي له بالرحمة، رحم الله العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. 30 مارس ذكرى وفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. وهنا ونحن بعد مرور 48 عام على وفاة العندليب نهدي روحنا جواب، وبنقول له بعد الأشواق بنهدي لك دعوات خالصة من قلوبنا بالرحمة والمغفرة بإذن الله.